الست اللي تحس انها اكثر تدبيرا، ولا انا كنت سبته لابوكم ما كانش عمل لكم حاجه، وانا اللي فضلت ازن عليه وجبت لكل واحد دفتر بوسط عشان نحط كل مش عارف 5 جنيه كل اي حاجه، فهي حاسه ان هي الافضل. ده ممكن تكون دي موهبه ربنا اداها لك. قلنا المتضع يشكر ويتاجر ويحس انه غلبان قوي من غير ايد ربنا. التاني بقى جواه الاحساس بالافضليه. اشهر مثل في الكتاب المقدس مثل الفريسي والعشار، ان انا دخلت بالاسم ان انا بصلي لربنا، والواقع غير كده، ان انا باصص لواحد تاني من فوق لتحت. بتجيلنا دي بتجيلنا مثلا انت ست وقوره ما بتحضريش القداس الا باشاره، وبصيت كده لقيت اللي قدامك 4 ستات ولا فاهم حتى اشاره. سامحني يا رب، وتبص لشعرهم كده وتقارن، وتبص لشعرهم كده وتقارن. يبقى المقارنه اللي تديني انا الافضليه اسمها كبر النفس، او احساسي ان انا متميز عن اللي حواليا، سواء بمواهب ربنا ادهاني او حاجات طبيعيه. لا، ده اول صوره من صور الذات. انتوا مش ما تزهقوش، احنا عندنا على الاقل 15 صوره هنخلصهم النهارده. اول واحده موجوده معرفش، كل واحد بقى يحاسب نفسه. اوكي، يبقى اول واحده الكبرياء او كبر النفس او الاحساس بالافضليه. اختها على طول الافتخار والاعتزاز. الاولانيه انا عندي احساس افضل منك، يعني انت على قدك بصراحه وانت مسكينه قوي. التاني بقى ما بيعرفش يمسك نفسه. يعني ايه افتخار واعتزاز؟ احنا شعب ماري مرقس احسن شعب في مصر الجديده، احسن شمامسه في مصر الجديده. لا بلاش دي خليكم احسن اي حاجه، بس ايه نقولها كده. يعني مثلا حضرتك منين؟ تقولي ماري مرقس مصر الجديده. شوفوا بتقوليها ازاي كده؟ ده اسمه فخر واعتزاز. الفخر، عارفين مين كان عندهم المشكله دي؟ اليهود كانوا شايفين نفسهم افضل شعب، وبقيه الامم كلاب. يعني بقيه الامم كلاب. فيعني يعني لا يعني انتوا فاهمين عايز اقول ايه؟ الافتخار والاعتزاز بالعيله، باللقب. يعني ممكن اسلم على واحد، انا بقول اي اسماء يعني، فمثلا بقول لك ازيك يا ابراهيم، تقول لي دكتور ابراهيم. اوكي اخطيت لو سمحت. اوكي، هنا بقى في نوع من ايه؟ من الافتخار. انا عندي لقب بعتز بيه اهو، لقب. انتوا واخدين بالكم؟ انا يعني ممكن يكون انا اسمي ايه؟ هقول اي حاجه. يعني عايز افتكر مثلا ايه، فرضا جدي كان من عيله باشا. هنقول اي اسم باشا، انتوا واخدين بالكم؟ ابراهيم باشا، اي حاجه خليها ابراهيم باشا. انا ما اعرفش ان كان في باشا اسمه ابراهيم، لكن خليها مش بس لا هو الاحلى كمان ما يكونش ابراهيم، يكون لقب المنياوي، الاسيوطي، البلعوطي، اي حاجه ماشيه كده. فيعني ممكن ايه، انا يبقى اسمي سامح، ابراهيم، متى. انت واخد بالك؟ مش عارفين ايه، الجد السادس هو المنياوي ده، فانا اسمي نفسي على طول ايه؟ سامح المنياوي. عشان حد يقول لك انت مش باباك اسمه كذا، تقول له وجدك اسمه كذا. لا، اصل احنا من عيله المنياوي، النص المنيا ده كان بتاعنا عشان هو اسمه منياوي. ما اعرفش، انا بقول اي كلام. لحسن يكون منياوي مش من منيا، بس انا بقول. فانا عندي مشكله اسمها الزهو والافتخار، يا بلقب يا بفلوس يا يعني. واحده مره كان بتحكي فبتقول في شبرا شارع اسمه شارع كذا وفي شارع كذا، بيربطهم شوارع جانبيه بيوصلهم. في شارع كله 14 عماره كانت بتاع جدي، الشارع كله، يعني الشارع بتاع جدي. طيب وماله، نشكر ربنا. جده فين دلوقتي؟ محدش عارف. المهم
يبقى تاني خطية بعد الكبرياء خطية الايه؟ افتخار والاعتزاز. تالت خطية من خطايا الكبرياء الغيرة. آسف، من خطايا الذات، من خطايا الذات، لأن الكبرياء دي خطية من خطايا الذات. الغيرة. أنا بغير ليه؟ قايين قتل أخوه ليه؟ عنده غيرة. غيرة من إيه؟ إزاي ربنا يقبل ذبيحته وما يقبلش ذبيحتي؟ الغيرة سببها إيه؟ الغيرة سببها إيه؟ ذات. ذات. والغيرة تضرب أي حد، تضرب أي حد. يعني أنا هتخيل مثلا أنا معلم ألحان، بقالي 20 سنة في الكنيسة دي معلم ألحان، أنا كاهن في الكنيسة دي بقالي 30 سنة كاهن في الكنيسة دي، بس أنا بقول معلم لهدف معين. وبعدين يعني معروف، تعالى يا معلم اعمل لنا تمجيد، تعالى معلم عندنا خطوبة، تعالى معلم والى آخره. جه بقى معلم صغير في السن حافظ زيي بالظبط، بس صوته إيه؟ يعني أنا صوتي مخنش، يعني خشن، وحش مش ناعم، والتاني إيه بقى؟ يعني صوت كده كرواني يعني. أنتوا واخدين بالكم؟ وابتدت الناس تقول هو فين القداس اللي بيصلي فيه المعلم 2؟ مش عاوزين القداس اللي بيرد فيه المعلم 1. أحس إن أنا مبسوط. ده تتخيلوا بقى، غيرة، غيرة وتعب عشان قارنت، عشان بقى في واحد أحسن مني، أو في واحد أفضل مني، أو في واحد الناس بقت تمجده أو تنسب له تعظيم أكتر مني. كم خطية في الذات لغاية دلوقتي؟ 1 الكبرياء، 2 الزهو، الزهو والافتخار، خلوها الزهو بس عشان تبقى كلمة واحدة، 3 4 من أشهر خطايا الذات حاجة اسمها تقبيح الآخر. عشان كده بولس الرسول قال المحبة لا تقبح. يعني إيه تقبيح الآخر؟ ما هو أنا عاوز أكون متميز، فأنا ما عنديش حاجة تميزني، فأعمل إيه؟ أهبطك أنت، أصغرك أنت عشان أبقى برضو أكبر منك. دي اسمها تقبيح الآخر. فتلاقي واحد يقول لك يعني نتكلم على حد تبان قوي بقى تقبيح الآخر دي إزاي، واللي بيعملها بذكاء. تقول له فلان ده رائع، يقول لك قديس قديس قديس. غلط؟ ما غلطش، قال لك قديس قديس. بس الحلو ما بيكملش، الحلو ما بيكملش. هو بس لولا عصبيته اللي بتضيع كل حاجة. طب وانا سألتك على خطاياه، بس الحقيقة هو قديس قديس وهادي جدا، بس بطء في الاستجابة. يا نهار أبيض، تطلع الشمس وتغرب الشمس وهو لسه بيفكر امتى ينزل يعمل. ياه، اللي هي يسموها بالانجليزي بط. هي از جود بط، هو كويس ولكن لازم كلمة بس أو كلمة ولكن، ويعقبها شيء من لما هو أنا لو زميته هبقى مكشوف قوي. أنا ما زمش، أنا بس كده يعني أحط حتة سم صغيرة في العسل يعني. يعني أبونا ده ممتاز، وأبونا ممتاز، أبونا ممتاز، أبونا ده ممتاز ممتاز، كتلة نشاط، حريقة خدمة، بس برضو أعصابه لا لا لا. لو وقفت قدامه هو عصبي ياكلك، ما يعرفش حد في الكنيسة، مزعل ناس كتيرة قوي قوي، بالرغم إن بقول عليه إنه طيب وقلبه جوهرة، بس مزعل الناس من عصبيته. يا سلام، أنا عملت إيه؟ أنا بسبب الذات اللي جوايا طلعت فيه غلط. قلنا كم حاجة دلوقتي؟ نعد. قلنا 1 إيه؟ كبرياء، 2 الزهو، 3 الغيرة، 4 التقبيح. قلنا 4. 5 الإدانة. الإدانة دي اللي بقت يقول لك الإدانة هي على الوزن كده، يقول لك الإدانة زي اللبانة، الإدانة زي اللبانة. أنا بقع في الإدانة ليه؟ أنا بدينك ليه؟ أنت بتعيبي على تربية جارتك ليه؟ عشان أنت شايفة أن تربيتك أفضل. أنا بعيب على عصبيتك ليه؟
لان حكمي انا اني شايف ان انا اعقل منك. بشوف اندفاعك انت ايه. ليه بتكلم على اندفاعك وبقول فلان ده مندفع؟ عشان انا شايف ان انا متريث عنك، فانا دايما عندي اللي يبرر.